نرمين محي الدين، والنهارده هنتكلم في موضوع جديد في قعدة صحاب. خليني اقول لكم يعني ايه تبقي في علاقة سامة. العلاقة السامة هي العلاقة اللي بتبقي بتدي فيها بس، بتلاقي نفسك انتي بتعمليش حاجة جوه العلاقة دي غير ان انتي بتدي. تبقى علاقة ما بين طرفين، وعلى فكرة مش بس ما بين طرفين في علاقة عاطفية، لا، هي ممكن تبقى اتنين أصدقاء، ممكن تبقى اتنين اخوات، مع انها مش منتشرة قوي يعني ما بين الاخوات، وما ظنش في اصدقاء كتير بيصبروا على العلاقات السامة ما بينهم وما بين بعض. هي غالبا بتكون ما بين البارتنرز او في العلاقات العاطفية. العلاقة السامة اللي بتخليكي دخلتي جوه حفرة ومعرفتيش تخرجي منها، دخلتي جوه حفرة بمشاعرك وبإحساسك ومعرفتيش تخرجي منها، لأنك بتغرزي كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله، والخروج منها بيكون كل يوم أصعب من اليوم اللي قبله. وعلشان تخرجي منها لازم حد يشدك، والحد اللي بيشدك ده ما بيبقاش بيشدك بسهولة. حقيقي الخروج منها بيبقى صعب جدا جدا جدا، وبتخرجي منها وبتقعدي وقت طويل قوي علشان تتجاوزي العلاقة دي، وبتتجاوزي اللي حصلك بعد العلاقة دي. أغلب البنات الصغيرين، ممكن نقول زمان شوية، أظن دلوقتي البنات ممكن يكونوا أشطر شوية، أو بحكم السوشيال ميديا والأفلام والمسلسلات اللي ناقشت الموضوع ده بوجهات نظر عديدة وأشكال كتير. فممكن يكونوا بقوا أكتر وعي وأكتر، مش عايزة أقول خبرة يعني، بس سمعوا شوية غير أجيالنا والأجيال اللي قبلينا. لكن الأجيال بتاعتنا هي اللي شوية وإلى حد كبير اتظلمت في الموضوع ده، وستيل في بنات دلوقتي بيضحك عليها باسم الحب مع الأشخاص النرجسية. وعلى فكرة مش بس البنات، في كمان رجالة بيقعوا فريسة أو ضحايا للشخصية النرجسية. الشخص النرجسي ده اللي بياخد بس، اللي اتعود ان هو في العلاقة الشخص اللي بياخد ما بيديش، شخص أناني مش شايف حد في العلاقة غير نفسه بس. هتلاقي نفسك في العلاقة دي كل اللي حواليكي بيقولولك ان الشخص ده وحش، بس انتي شايفة ان هو ملاك نازل من السما. انتي الوحيدة اللي شايفة انك تقدري تغيريه، انتي الوحيدة اللي شايفة انك بتحبيه وان هو بيحبك، وانكوا لايقين على بعض جدا، وان احسن حاجة حصلت لك في حياتك. ويا خبر ابيض على الاحساس الفظيع اللي بتحسيه وانتي معاه. لكن للاسف بعد شوية لو حظك حلو هتكتشفي ان انتي اللي بتدي بس، بتدي حب، بتدي مشاعر، بتدي آه، اكتفاء ليه هو مش ليك انتي، بتديله كل الاحاسيس والمشاعر اللي هو محتاجها هو بس. انما هو مبيديكيش حاجة خالص، هو بيديكي سيطرة بس، بيديكي سيطرة كاملة عليكي. بتلاقي فجأة الشخص ده حطك تحت بوتقة من السيطرة. هو بيعملش حاجة خالص غير ان هو بيديكي اوامر، بيديكي حاجات، بس اللي هو ايه، هنعمل مش هنعمل، هتروحي ومش هتروحي. هو بيمارس
رجولته الفظيعة عليكي، بس هو بيديكي ايه في المقابل من مشاعر واحتواء؟ ولا اي حاجة. بيسمعك؟ لا. بيديكي حب؟ لا. بيهتم؟ لا. بيعمل اي حاجة يوفرلك بيها اي مشاعر او اي حاجة مقابل الحاجات اللي انت بتديها له؟ لا. هو ممكن يوفرلك حاجة واحدة بس: نكد. بيعيشك في نكد لا متناهي، نكد غير متوقف. هتلاقي نفسك انتي حياتك اتقلبت فجأة لنكد، مش عارفة تخرجي من احساس النكد، مش عارفة تخرجي من مود النكد، انتي طول الوقت مكشرة ومتضايقة وزعلان ومش عارفة اصالحه. واخد مني موقف، اصل انا ضايقته، اصل لبسي ما كانش عاجبه، اصل انا ضحكت بصوت عالي، اصل انا اتكلمت بطريقه ما عجبتوش، اصل ما اعرفش هزرت مع مين، اصل مين اتكلم معايا، اصل ما اعرفش مين بصلي ازاي واحنا ماشيين في الشارع، اصل كنا قاعدين مع بعض فما اعرفش ايه اللي حصل. تلاقي فجأة كل افعالك وكل تصرفاتك، وانتي شخصية المفروض انك كبيرة وعاقلة وناضجة، كل تصرفاتك كل افعالك متحفظ عليها. انتي ازاي بتعملي كده؟ كل حاجة مش عاجباه فيكي. طب اختارك ليه ومكمل معاكي ليه؟ مش عارفين الحقيقة. انتي بقى مكملة معاه ليه؟ بتديله احساس حب ومشاعر ليه؟ ده اللي لازم تسأليه لنفسك. فلو شايفة ان انتي مكملة في علاقة من العلاقات دي، حاولي تفوقي. انا عارفة ان اللي بتبقى جوه العلاقة دي اللي حواليها كلهم بيقولوا لها، فاكيد مش هتيجي تسمع كلامي انا. بس يمكن لما نوريها التجارب اللي حواليها يمكن تاخد بالها، ويمكن تعرف قد ايه ان هي الحفرة اللي هي واقعة فيها دي هي بتغرس فيها كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله. وصدقيني، صدقيني، مهما الوقت طول ومهما كملتوا مع بعض ومهما كنتي فاكرة انك بتغيريه، انتي في الاخر محدش هيتأذي غيرك. في الاخر انتي الوحيدة اللي هتخرجي خسرانة، لان هو كسبان منك مشاعر، كسبان منك اهتمام، كسبان منك حب واحتواء و... ومدياله الايجو بتاعه المظبوط جدا قدام الناس. فهو يعني نافش ريشه جدا عليكي ومبسوط جدا بيكي، فعمره ما هيسيبك. فما تقوليش اصل هو بيحبني ومش هيسيبني. ما هو فعلا عمره ما هيسيبك، لانه مش هيلاقي حد يعمله اللي انتي بتعمليه ده. بس لما هتخرجي من العلاقة دي هتقعدي وقت طويل قوي 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 علشان تتجاوزيها، وعلشان تعرفي تثقي في حد تاني، بني ادمين اصلا بقى، مش عشان بس تديهم مشاعرك، علشان تعرفي تثقي اساسا في بني ادمين تتعاملي معاهم كده تعامل عادي. فخلي بالك من نفسك، واعرفي ان المشاعر دي مش بنديها كده بسهولة، ومش بنديها لأي حد معدي، ومش بنديها مرة واحدة، مش بنفتح الباب كده وهوب يلا اتفضل خد كل اللي عندي. لا، المشاعر دي بنديها واحدة واحدة للي قدامنا. ووريني حاجة الأول، يعني أديك شوية مشاعر فتديني شوية مشاعر، فاديك شوية كمان وتديني شوية كمان. إنما ما بقاش أنا اللي بدي بس في العلاقة وحضرتك قاعد مبسوط وجميل وبتاخد بس ما بتديش. لا، هو مش دورك في العلاقة ان انتي تدي مشاعر واحتواء وهو قاعد مبسوط كده و السيد في الحياة. لا، ده مش دوره ولا دورك. العلاقة السوية تبقى خد وهات، هو يعمل الواجبات بتاعته، حضرتك تعملي الواجبات بتاعتك، تعملي المفروض عليكي وهو يعمل المفروض عليه، تاخدي حقوقك وهو ياخد حقوقه. كل مرحلة من العلاقة ما نحاولش نسبقها ونتخطاها ونتجاوزها للمرحلة اللي بعديها. بالراحة شوية على نفسنا،
ما نجريش في العلاقات، الحياة قدامنا لسه طويلة، متستعجليش عشان ما تجيش في الاخر وتقولي ايه ده، هو انا ليه جريت كده. بالراحة، واحدة واحدة، الدنيا ما خلصتش، احنا لسه الحياة قدامنا طويلة وهنعيش مع بعض ايام كتير قوي. خدي وقتك وادرسي الراجل اللي قدامك كويس، واسمعي للي حواليكي، يمكن مش كلهم ملايكة، بس اسمعي الكلام وفلتريه كويس. اللي حواليكي غالبا بيبقوا شايفين الموضوع من بره. اسمعي الكلام، فكري فيه كويس. لما حد يقولك الشخص اللي قدامك ده مش كويس، افهمي ليه، ايه وجهة نظره، وشوفي الكلام ده صح ولا غلط من وجهة نظرك انت اللي جوه الموضوع، انت اللي تقدري تحكمي. وحاولي تحكمي عقلك شوية. وعموما احنا موجودين علشانكم، وعلشان نرد على أسئلتكم، وعلشان تشاركونا في تجاربكم. كنت معاكم نرمين محي الدين في قعدة صحاب.